سلام، مرحبا بكم. شاهدوا اليوم الفضيحة الكبيرة بعد مباراة الجزائر ضد مالي. فضيحة انقطاع التيار الكهربائي وعدم إجراء ندوة الناخب الوطني جمال بلماضي. شاهدوا هنا، هذه المراقبة تصور كل شيء، يعني تصور فضيحة الفاف لتنقلها إلى لجنة التنظيم، ويعني كل كبيرة وصغيرة راهم ينقلوها باش يسابوطيو الجزائر في تنظيم كأس إفريقيا 2025. يعني هذا الأمر ماشي من صالحنا، وهذا الأمر راه باين مخدوم. كما قصاونا من المونديال، راهم حابين كذلك يقصيونا من شرف تنظيم كأس إفريقيا 2025 خلفا لغينيا. يعني هذا الأمر من الداخل. أنا مانيش نقصد الجهات الخارجية أو الكاف أو الفيفا، نقصد الحركة اللي راهم هنا الداخل، وراهم يديروا هذا الأمر بالعاني. باين كل شيء واضح. شوفوا خوتي كيفاش راهي تصور هذه المنظمة أو المراقبة المبعوثة من لجنة التنظيم في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. شوفوا. والصحفيين كذلك، كاين اللي راه يضحك وكاين اللي عجبه الأمر. ماشي يفضحوا هاد الشلة اللي راهت ضد الوطن وضد المنتخب وضد بالماضي. الخوف الكبير، الخوف الكبير. يعني كل ما تحوزه الجزائر من هياكل وملاعب عالمية، ملعب وهران، ملعب عنابة، ملعب 5 جويلية، ملعب الدويرة، ملعب تيزي وزو، كل الملاعب الرائعة تذهب هباء منثورا، وتروح تنظيم للمغرب ويربح عوائد كبيرة من هذا الأمر.